باد شاي أو تشيويه ده الاسم اللي بيطلقوا الصينيين على شهر رمضان المبارك. وزي ما الصين ما بتجمع أكبر عدد من السكان على مستوى العالم، فأكيد برضو بتجمع عادات وتقاليد مختلفة ومتنوعة جدا. والمسلمين الصين عادات في شهر رمضان أكيد مختلفة عن أي مكان في العالم. خليكم معانا وأهلا بيكم في الصين. بيحتفل مسلمين الصين بقدوم شهر رمضان بتنظيف المنازل وتزيينها باللوحات والآيات القرآنية، وتزيين المساجد وفرشها بالسجاد الجديد. وبتختلف الصين عن عالمنا العربي في طريقة تحديد مطلع شهر رمضان. فأغلب دول العالم بتحدد مطلع رمضان برؤية الهلال، أما في الصين فبتقوم الجمعية الإسلامية الصينية في بكين، واللي بتعتبر أهم مؤسسة دينية هناك، بتحديد مطلع شهر رمضان وفقا للحسابات الفلكية. والشهر الفضيل عندهم لازم يكون 30 يوم. ومع أذان المغرب بيفطر الصينيين على مرحلتين. الأولى بتكون سريعة جدا، وبتتكون من التمر أو اللبن أو الشاي مع البطيخ اللي لازم يكون موجود على الفطار. وبعد كده بيروحوا يصلوا المغرب، وبعد الصلاة بيرجعوا يكملوا فطارهم اللي ممكن يستمر ساعة أو اتنين. وبيهتم أغلب مسلمين الصين على المواظبة على صلاة التراويح في المساجد، واللي بتكون عادة 20 ركعة، وبيكثر فيها الدعاء ما بين الركعات. وبتتشارك جميع المساجد في الصين في ختم القرآن الكريم خلال التراويح على الأقل مرتين خلال شهر رمضان. وبتكتر الدروس الدينية ومجالس العلم في المساجد في رمضان، واللي بتتميز بشرح وتفسير القرآن الكريم والتعريف بأهمية الصوم والصدقات. والجميل في مساجد الصين إنها دايما مفتوحة، مش بس قدام المسلمين، وإنما كمان قدام أصحاب الديانات الأخرى لتعريفهم بصحيح الدين الإسلامي. ولليلة القدر طعم مختلف جدا في نفوس كل مسلمين الصين. فرب كل أسرة بياخد الأسرة بالكامل معاه للمسجد، وبتستمر الصلاة والدعاء من بعد المغرب لحد صلاة الفجر. أما بقى المائدة الصينية فمعروف عنها إنها بتتمتع بأنواع كتير ومختلفة من الأطعمة خلال شهر رمضان. لكن أكتر الحاجات المشتركة بين أغلب مسلمين الصين هي الأرز المسلوق على البخار، واللحم الضأن، والفواكه والمشروبات الاستوائية المتنوعة. ودي كانت أهم العادات الرمضانية في الصين. أتمنى تكون الحلقة عجبتكم، وما تنسوش اللايك والشير والسبسكرايب لو أول مرة تشرفونا في القناة، واستنونا في حلقة جديدة، وشكرا.